منذ أكثر من 30 سنة، وهو مقام من ابتكار الأستاذ الكبير محمد القبنجي. وسبب هذا الجدل من وجهة نظري الخاصة لا يعني أن القبنجي ابتكر هذا المقام، فقبل هذا المقام ابتكر مقامات عديدة، يعني مثل القطار، الهمايون، حجاز كاركول، مقامات عديدة. فمسألة بالنسبة لموهبة فذة وموهبة كبيرة مسألة جدا بسيطة، لكن أن هذا المقام بعد ذلك تحول إلى سلم موسيقي، وأخذ الملحنون يلحنون من هذا السلم الموسيقي، وحتى الملحنون العرب وفي طليعتهم عبد الوهاب تأثر بهذا المقام فوظفه في بعض أغانيه، أذكر منها يلي زرعت البرتقال واسمح وقل لي يا نور العين. ثم بعد ذلك انتقل في البلاد العربية. معنى كلامي هذا أن السلم الموسيقي بهذه الصورة لم يأتي أحد قبل الأستاذ القبنجي ليكتشف سلما موسيقيا يكون مادة للتلحين ومادة في العزف، وهو بالتالي يعزف حتى من الناحية السيمفونية، باعتبار أن هذا المقام خالي من الربع صوت أو ربع تون. فهو إذا يقف بجانب مقام النهاوند وبجانب مقام الكرد ومقام العجم أو الماينر والميجر بالاصطلاح الأوروبي. يعني رجل فذ مثل أستاذ القبنجي يخترع أو يبتكر سلما موسيقيا، إضافة إلى أنه أصبح مقام عراقي، أنا في رأيي مسألة جدا كبيرة ومسألة بعيدة عن ذهن معظم الباحثين في هذا المجال. فيا ترى أستاذ الكبير، لماذا هذا يعني من وجهة نظرك، يعني أريد أسمعها حول هذا المقام اللامي، لا تاريخيا، لأن احنا نعرف أنه أنت كنت في ألمانيا وغنيت أول مرة على شكل بوذية على مدار شتتنا وطرنا، ثم بعد ذلك غنيت شعر فصيح من الشاعر عبد الغفار الأخرس، ثم غنيت أيضا في المؤتمر الثاني الموسيقي الثاني سنة 1964، وغنيت أمام الأدباء. وفي 64 في هذا المؤتمر الثاني أقر من المؤتمر على أنه مقام عراقي وسلم موسيقي، أليس كذلك؟ هم طلبوا مني أن أغني، لأنه أنا عضو في مؤتمر الذي أقيم في بغداد سنة 64. وأثير مسألة اللامي. قالوا القبنجي لما هو مسوي مغني أول ما ارتجل هو خليه يسمعنا إياه، قلت لهم ما يخالف. ثاني يوم سمعتهم إياه. أنا كنت مغني بالأول على شكل بيت أبوذية، لكن لامي، النغم لامي. ولذلك الموسيقيين اللي كانوا وياي هم حسبوني اي صحيح باللامي، بس لما سلموا بيات. قلت لهم ليش هيك؟ قالوا انت شو تغني هذا ما نعرفه. قالوا يا هذا واحد. بالتالي عرفتهم. لكن المؤتمر قلت لهم باشر انكم جبت الموسيقيين وغنيت لهم ايها الليل يا سمير الندامه لك مني تحيه وسلام، وغنيت في قصيده 20 بيت، وابتديت لامي وجيت على اللامي وانتهيت لامي، لكن دخلت مقامات في الوسط، وطبعا حررت في الوسط وبيانات ودورة لامي، والاخير لامي هذا مسجل ومشهور معروف. لا موجود يعني حتى موجود. في مكتباتنا الخاصه يعني. موجود. واكو به مقامات غريبه. كان هذا يسمى نغمه اللامي. هي كنغمه موجوده يعني موجوده في لا قام مجدي العقيلي احد اعضاء المؤتمر وهو هذا استاذ كبير في الموسيقى، قال احنا نسميه هذا نغمه. ليش؟ من هذا مو نغمه، النغمه مجرده ما يصير عليها تركيب، هذا نسميه مقام اللامي. طالما سوى القبنجي وحملت هالتراكيب هالمقامات الغير لامي، وسمي مقام من ذاك اليوم، المؤتمر سماه مقام. وهذا اعتراف كبير يعني من قبل المؤتمر. المؤتمر. قول البعض هذا موجود في كتاب الأرموي أو في أي كتاب، أقول لما موجود وهم شافوه ليش ما غنوا؟ لا صحيح يعني بالتأكيد. ليش ما غنوا؟ هم مغنيين ليش ما غنوا؟ زين أنا شفت كلمة إلى صالح المهدي. صالح المهدي فيلسوف
وموسيقار كبير، باحث موسيقي طيب. نعم. كبير، عنده كتاب بالموسيقى العربية. أي نعم. بيتول تناول مسألة اللامي، يقول أول ما ارتجل المقام هذا اللامي هو صديقنا شيخ فنانين العراق الأستاذ محمد القبنشي. نعم صحيح. أول ما ارتجل، لكن ورا شو يقول وقد رمز إليه أبو الفرج الأصفهاني. أبو الفرج الأصفهاني صار له 1100 سنة، الأرموي 800. الأرموي ماخذه من أبو الفرج الأصفهاني. والأرموي شو يقول؟ خال أبعاد الطنينية يسموها. فد واحد هنا يقول هذا موجود في كتاب الأرموي. يابا الأرموي ايش صار له 800 سنة، لأن عاصر المستعصم آخر خليفة من خلفاء بن العباس، وقته جاه هلاكو. هذا الأرموي كان ويا المستعصم. كتاب الأرموي مكتوب المقامات. أنت هذا مؤكد الأرموي زين شلون حلها؟ هذا اللي يقول أنه مكتوب بالأبعاد، شلون عرف هذا اللامي؟ طبعا مو نفس التسمية، لأن كانت تسميات أخرى يعني. شلون عرف لامي؟ إذا عرف لامي نفرض لامي عرفها، هو لامي ليش ما غنى؟ هذا الواحد اللي يقول هذا مكتوب الأرموي أكيد ماخذه من أبو الفرج الأصفهاني، ليش ما غنى هو؟ وحتى لو كانت هذه القضية حقيقية، هذا يعني يفند كل الآراء التي تقول بأن المقام عمره في حدود 200 أو 300 سنة. هو يقول هذا يعني كم تفنيد هذا اللي يحكي عن اللامي، يقول هذا اللامي موجود، يقول عمر المقام 200 300 سنة، بينما أبو فرج الأصفهاني 1100 سنة صار له من راح، موجود بكتابه المقامات. بعد هذا الحوار أعزائي أسمعكم الآن مقام اللامي، وكلماته تقول: متى يشتفي منك الفؤاد المعذب، وسهم المنايا من وصالك أقرب، أما منك إنصاف، أما منك رحمة، أما منك إسعاف، أما منك مهرب، أغار الهوى عمدا علي فصادني، فأصبحت في شرك الهوى أتقلب. متى يشتفي منك الفؤاد المعذب، وسهم المنايا من وصالك أقرب، أما منك إنصاف، أما منك رحمة، أما منك إنصاف، أما منك رحمة، أما منك إسعاف، أما منك مهرب، أغار الهوى عمدا علي فصادني أغار الهوى عمدا علي فصادني، فأصبحت في أشراقه أتقلب، كعصفورة في كف طفل
شراب الموت والطفل يلعب، فلا الطفل ذو عقل يرق لحالها